مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم معنا حلقة جديدة وكلام جريء. أعتقد كلنا النهاردة بنتكلم وبنتساءل عما يحدث في محيط وزارة الداخلية، ودي طبعا أحداث كانت نتيجة لما حصل أو حدث في بورسعيد وتحديدا في استاد بورسعيد. الجميع يتساءل ماذا حدث هناك، وهل هناك فعلا مؤامرة تؤدي لاحتراق مصر؟ وإذا كانت هناك فعلا مؤامرة كما يتحدث الجميع، هنرجع نتكلم عن اللهو الخفي، ولا المرة دي هنقدر نقدم مجرمين للعدالة ونحاسبهم محاسبة حقيقية؟ هل احنا بنتعامل مع الموضوع كأنه موضوع آخر في سلسلة محمد محمود وقبل كده ماسبيرو وغيره من الأحداث اللي مرت على مدار العام السابق في مصر، ولا النهاردة مع وجود مجلس شعب مفترض أنه بيعبر عن أمال وطموحات مصر المستقبل الموضوع هيكون مختلف؟ هنتكلم في كل ده النهاردة مع ضيوفنا في الاستوديو. دكتور محمد عماد الدين صابر، النائب عن حزب الحرية والعدالة، أهلا بيك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. كمان بيشرفنا الأستاذ عمرو عودة، النائب بمجلس الشعب وكنت مرشح مستقل عن دايرة مدينة نصر، بنرحب بيك معنا. يا أهلا وسهلا فندم. كل سنة أنا وأنتم هدخل في طيبين. الموضوع مباشرة. اتفضل. يا دكتور محمد، حزب الحرية والعدالة هو الحزب صاحب الأغلبية الأكبر في مجلس الشعب، وعشان كده لازم أوجه سؤالي لحضرتك في الأول. اتفضل. صدرت تصريحات كتيرة جدا من دكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ودكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة والعضو القيادي بها. التصريحات في مجملها بتقول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لديه معلومات حقيقية ويعرف المجرمون وراء كل هذه الأحداث. طيب، السؤال: إذا كان أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بيتكلموا ويتحدثوا بكل هذا اليقين، ليه ما يتقدموش ببلاغ رسمي للنائب العام بما لديهم من معلومات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا صدر بيان لفضيلة المرشد العام بالأمس بيؤكد على نفس هذا المعنى اللي حضرتك تفضلت به، وبيحمل المسؤولية الكاملة للمجلس العسكري يعني عما يحدث من أحداث تجاه الأمن الوطني والقومي لمصر وحالة الانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد. ومنذ البداية احنا قلنا هذا الكلام على لسان أيضا فضيلة المرشد العام حينما قال احنا يعني المجلس العسكري إذا يعني فعل خيرا نقول له جزاك الله خيرا، وإذا تباطأ ندفعه للأمام، وإذا أخطأ بننصحه ونقول له الحل كذا وكذا وكذا. فده موقفنا منذ البداية واضح وثابت ومحدد، وما زال هذا هو موقفنا من المجلس دكتور العسكري. محمد، سؤالي: نعم. إذا كان أعضاء حزب الحرية والعدالة بيتكلموا بكل هذا اليقين، وإذا كان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقيادتها عندهم كل هذا اليقين، لماذا لا يتقدموا بما لديهم من أدلة للنائب العام أو لجهات التحقيق في مصر؟ سيدي، أولا النائب العام يعني فتح ملفات كثيرة وهي لم تغلق حتى الآن، وفي الحقيقة يعني النائب العام احنا بدأت ثقتنا فيه الآن يعني تهتز، ولذلك لنا موقف من النائب العام أصلا، واحنا في مجلس الشعب لو يعني نملك حق سحب الثقة من النائب العام أو إقالة النائب العام لفعلنا هذا. واخد بال حضرتك؟ لأن كل يعني هل معنى كده إذا كانت هناك دلائل لن تقدم للنائب العام، أمال هتقدم لمين؟ حضرتك احنا معنا فعلا أدلة، واخد بال حضرتك، بالصوت والصورة للقناصين الذين يعني ضربوا الثوار منذ البداية، وتقدمنا بها فعلا للسيد النائب العام من خلال أخونا النائب الأستاذ أسامة ياسين واخونا الدكتور محمد البلتاجي. دي معلومات خطيرة هقول جدا يا دكتور لحضرتك محمد. ولكننا فوجئنا ان هذه الصور وهذه منذ البداية منذ بداية الأحداث منذ بداية الأحداث عندنا صور وأدلة وتقدمنا بها فعلا للسيد النائب العام منذ اللحظة الأولى، واخد بال حضرتك، ولكننا وجدنا أن هذه الأدلة طمست
وجدنا ان التحقيقات خلت منها، ولعل حضرتك يعني علمت بما تم على السي دي اللي كان عليه كل الاحداث اللي بتبين وبتظهر هؤلاء القناصين وهؤلاء المجرمين الذين ضربوا الثوار في صميم القلب. وهناك طيب مشاهد خلينا كثيرة نرجع جدا. للمشهد اللي احنا فيه. إذا نعم. كانت لديكم أدلة هتعملوا فيها إيه؟ أنتوا رافضين التعامل مع النائب العام، هتتصرفوا إزاي في الأدلة اللي والله معاكم؟ بص حضرتك، احنا الآن بعد أن انتخب الشعب المصري بإرادته الحرة مجلس تشريعي جديد، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت ان احنا الآن يعني بنمثل أغلبية نسبية في هذا المجلس، سيكون لنا موقف آخر. والآن المجلس الحمد لله أخذ خطوات عملية وإجرائية يعني حقيقية واقعية على الأرض، وهي لجنة تقصي الحقائق. لجنة تقصي الحقائق هاخد منها وهروح للأستاذ عمرو النائب عمرو عودة. لجنة تقصي الحقائق برضو الناس في الشارع بتقول، لكن قبل ما نتكلم عن لجنة تقصي الحقائق أنا عايز أقول إن الكلام اللي قاله دكتور محمد عماد إن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين تقدمت بسيديهات تؤكد أو تصور القناصة اللي كانوا موجودين أو القناصة اللي كانوا موجودين أثناء الثورة للنائب العام على عهدته، وللنائب العام طبعا السيد النائب العام له الحق وكل الحق في إنه يتصل بنا ويرد على هذا الكلام. أستاذ عمرو، لجنة تقصي الحقائق مجلس الشعب اجتمع، وكان الأداء بالنسبة لناس كتير جدا وكتير من المراقبين وحتى الناس في البيوت كان الأداء كله ثوري، ووقف الجميع وتبارى في الخطب وتبارى في الكلمات الرنانة، ولكن الموضوع انتهى في النهاية للجنة تقصي حقائق، وهي إلى حد كبير لم تكن مرضية بالنسبة لجموع الناس، بدليل نزول الناس دي كلها في ميدان التحرير وأمام وزارة الداخلية. هل شايف أن الموضوع في مجلس الشعب مع كل هذه الضجة الإعلامية بقى فيه أداء إذا جاز التعبير استعراضي شوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو لما جه تم لجنة تقصي الحقائق، تشكيل لجنة تقصي الحقائق كانت لغرض إثبات الأدلة اللي كانت ممسوكة في الفترة اللي فاتت من فترة الثورة وما بعد الثورة. هي دي كانت وظيفتها. في يوم تشكيل اللجنة وتنفيذها بالليل ابتدت أحداث بورسعيد، فما لحقتش اللجنة إن هي تشتغل على الفعل اللي كانت خارجة عشانه. الأدلة اللي مسكتها في أحداث بورسعيد ديت هنقول إن شاء الله إن هي بداية أدلة جديدة ستثبت جميع الأدلة اللي كانت قبل كده من هو اللهو الخفي أو من هو الفعل الحقيقي لإثارة الفتنة ما بين الشعب وما بين الشرطة وما بين الشعب وما بين الجيش وما بين الشعب وما بين مجلس الشعب المولود جديد الشرعي بتاع البلد. وظيفة لجنة تقصي الحقائق إثبات الأدلة داخل مجلس الشعب ثم عرضها على النائب العام. بس هنقول سيادة النائب هنا بيرفض التعامل، بيقول إن حزب الحرية والعدالة له تجربة ليست بالجيدة مع النائب العام. احنا ما بقاش فيه ثقة خلاص. يعني طب انا عايز اقول لحضرتك الحل ايه؟ يعني احنا اللي الشارع عايزه هو ده اللي هيتنفذ، اللي الشعب عايزه هو اللي هيتنفذ. الحمد لله هو في توافق داخل مجلس الشعب. كله هدف واحد، كله اللي عايز يظهر الحقائق. إظهار الحقائق دي في وقت من يطلع من مجلس شرعي هيبقى في كتلة داخل المجلس هي اللي هتعرف تثبت الحقائق دي. إذا ما كانش عندنا ثقة في النائب العام ده ممكن نكل النائب العام ويتم تعيين نائب عام جديد. هل ده من سلطة المجلس؟ هي مش من السلطة، بس هي في حاجات كتير جدا، يعني هي في حاجات كتير جدا. بس احنا بنأمل يعني إن شاء الله. يعني هي صحح لي إذا كنت مخطئ لو تكرمت، لجنة تقصي الحقائق هي في النهاية لجنة بغرض رفع تقرير لمجلس الشعب، هي لجنة إلى حد ما سياسية وليست لجنة ليست لها
تنفيذية. حجة تنفيذ أو حجة إن هي تحكم أو تصدر أحكام، فيجب رفع هذا التقرير للجهة المنوط لها هذا الجانب من الموضوع، وهي أعتقد النائب العام. فإذا كان مجلس الشعب حسب كلام حضراتكم دلوقتي شايف إن النائب العام أصبح يعني غير موثوق فيه، طب هنعمل ايه بالمعلومات دي؟ هنستفيد احنا بيها كشعب وكأهالي ثوار ماتوا واستشهدوا وجرح ابنائهم، احنا هنستفيد ايه؟ بص يا فندم، اي لجنه تقصي حقائق طلعت قبل كده ما كانش فيه شفافيه. لجنه تقصي الحقائق بتاعت مجلس الشعب دي حاجه تانية. النهارده كل الناس بتتابع مجلس الشعب علنا، فلجنه تقصي الحقائق هتبين كل الادله قدام الشعب، فاثبتت الادله خلاص. فما هو اللي على النائب العام غير ان هو ينفذ، يا اما يثبت يعني وكأنها جهة تحقيق مستقلة، جهه تحقيق واثبات ادله، انما التنفيذ مع النائب العام. يا اما يثبت ان هو جدير بالمكان اللي فيه، يا اما الشعب هو اللي هيوقعه من مكانه، هيشيله من مكانه. طيب دكتور محمد، ننتقل لنقطة أخرى وبرضه هي نقطة حساسة وهامة. بس أنا ليا تعقيب في الجزئية ديت. طب سريعا. يعني اتفضل. يعني أنا عايز أقول إن إحنا لما يعني انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كنا نهدف من وراء ذلك لحاجتين. رقم واحد، إن إحنا نرسي دولة الحق والعدل والقانون. يعني إحنا برضه حريصين على إن إحنا نتعامل بالقانون، واخد بال حضرتك؟ والقانون أمامنا الآن هو النائب العام، ورغم زي ما بقول لحضرتك إن النائب العام يعني في حالة من الترهل الواضحة، كل ملفات من أول الثورة حتى الآن وما زالت مفتوحة، لم يغلق ملف ونقول أحداث كذا تم فيها كذا أو فلان خد أحكام أو كذا أو كذا أو كذا، وإحنا عندنا شواهد كثيرة على ذلك. لكن رقم 2، الهدف من لجنة تقصي الحقائق إن هي تأتي بالأدلة والبراهين المثبتة، لأن لها الحق ولها الصلاحية أن تدخل في أي مكان تشاء، وأن تجلس مع من تشاء، وأن تستعين بمن تشاء، وأن تأتي بالأدلة والبراهين. ثم حينما نتقدم بهذه الأدلة والبراهين أمام النائب العام سيكون الوضع مختلفا تماما، لأن من حقنا في هذه الحالة أن احنا نراقب ونتابع النائب العام بالأدلة والبراهين المثبتة من قبل هذه اللجنة المحايدة التي شكلها مجلس الشعب. وقد يكون لنا رأي آخر، وهو أن تفضي هذه، واخد بال حضرتك، هذه الأدلة والبراهين إلى اتجاه آخر غير النائب العام، لأن هناك من النواب من ينادي الآن بأن يكون يعني أن تكون هناك محاكمة ثورية، أن يكون هناك جهاز استقلالي قضائي يقوم بهذه المهمة، وهذا كله من اختصاص مجلس الشعب. هنيجي للموضوع ولذلك أحب أن أقول أن الوضع سيكون مختلفا تماما، وهذا هو ما يسعى إليه مجلس الشعب. جميل. تأكيدا على ما قاله أخويا الأستاذ عمرو سيادة النائب، إن برضو يجب أن نفهم إن لجنة تقصي الحقائق الآن تختلف تماما عن لجان تقصي الحقائق السابق. هي أول لجنة، أنا أعتقد سيادة النائب دي أول لجنة لتقصي الحقائق من سنوات طويلة جدا تصدر أو يتم تشكيلها من مجلس الشعب لتقصي الحقائق عن أي قضية ما، رغم كل الكوارث اللي احنا مرينا بيها خلال ال 30-40 سنة اللي فاتوا. نرجع لموضوع بورسعيد ونرجع للكارثة اللي احنا مرينا بيها خلال ال3-4 أيام اللي فاتوا. امبارح صدرت تصريحات من دكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وكان في بيان على الفيسبوك على الانترنت للمجلس العسكري. مضمون التصريحات الاثنين دكتور الجنزوري وبيان المجلس العسكري بيدعو عقلاء الوطن للتدخل من أجل إنقاذ الوطن. كيف ترى ذلك؟ هل تراه ان الحكومه والمجلس العسكري مش عارفين يتصرفوا فعدموا الخيال السياسي؟ ما فيش خيال سياسي، مش قادرين نتصرف فتفضلوا انتوا تصرفوا؟ ولا شايف ان في نوع من الحذر، احنا خايفين نتدخل بنوع من الحسم علشان ما يتقالش اين حقوق الانسان وتسال الدماء وندخل في كارثه اكبر؟ هو اولا يعني قبل ان يعني ينصحنا المجلس العسكري والسيد رئيس الوزراء، وهي نصيحه مقبولة احنا نقبلها فعلا، عايزين فعلا حالة من ضبط النفس وحالة من الاتزان وحالة من التحلي بالصبر. دكتور محمد، أنا بتكلم أنه بيطلب من عقلاء الوطن التدخل لحل هذه المشكلة وللتهدئة. هل
ما احنا رئيس بنقبل مجلس النصيحة. الوزراء، احنا لا، ما أنا بنتكلم، هكمل هو المفروض حضرتك. ان هو اللي يحكم يا فندم هكمل ولا احنا اللي هنحكم؟ حضرتك ما انا بقول لك قبل اتفضل. ان ينصحنا، وهذه نصيحه مقبوله على يعني العين والراس، يجب ان يطلع هو اولا بمسؤوليته. المجلس العسكري هو المنوط الان، واخد بال حضرتك، يعني بتولي شؤون البلاد، وكذلك بتعاونه الحكومه. والحكومه منذ ان جاءت في البدايه قالت ان انا خدت صلاحيات كامله على لسان السيد كمال الجنزوري رئيس الوزراء، واخد بال حضرتك. فهي الاول يعني يجب ان تقوم هي بمسؤوليتها، وعشان كده احنا حملنا المجلس العسكري المسؤوليه عما يحدث ويدور في البلاد. هو المسؤول اولا واخيرا. طيب واخد بال اسمح لي بس حضرتك؟ اخد تليفون لانه موجود معايا، انا اسف على المقاطعه، معانا تليفون موجود من فتره، معانا استاذ مصطفى من القاهره. اهلا بيك معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف. وانت طيب، اتفضل بمداخلتك. حضرتك دلوقتي بخصوص لجنة تقصي الحقائق، يعني أنا ومعظم الناس اللي أنا أعرفهم، يا ريت نتمنى من ربنا ومن حضراتكم يعني إن هم يأجلوا موضوع إلغاء نائب العام دلوقتي أو نقله أو عزله من وظيفته، لأن طبعا يعني البلد زي ما حضراتكم شايفين يعني على كف عفريت. فاحنا عايزين كل مسؤول يعني يفضل في مكانه دلوقتي وعلى منصبه يعني لغايه لما يعني البلد تستقر. دين طبعا يعني اعضاء مجلس الشعب ربنا يبارك فيهم، كانوا اخوان مسلمين او كانوا سلفيين بعض الاحزاب الاخرى، يعني صراحه الناس دي فعلا بتاعت ربنا وتعبوا فعلا لما وصلوا للكرسي وهيعملوا حاجات جميله. وضحت وجهه نظرك يا استاذ مصطفى، وبشكرك جدا على مداخلتك معانا. سياده النائب عمرو، وجهه نظر حميده، هرجع لحضرتك. وجهه نظر استاذ مصطفى اللي كان متصل انه بيقول مش وقته ان احنا نتكلم في عزل النائب العام دلوقتي، خلينا ناخد اجراءات تانية، وما ينفعش ان احنا نفتح كل القضايا مره واحده. رايك ايه او ردك ايه؟ هو يعني هو قدام النائب العام فرصه وفرصه خلاص. يعني لجنه تقصي الحقائق ممكن تعرض الحقائق والادله اللي معاها في خلاص، يعني في غضون كام يوم، 3-4 ايام. هي كانت واخده فتره اسبوع، 3-4 ايام ان شاء الله، وتعرض. هي فرصه يا يثبت ان هو جدير بالمكان بتاعه، يا اما الشعب هو اللي هينزله من المكان بتاعه. يعني هي مش عايزه اي حاجه، يعني خلاص، يعني الامور وضحت. في ايه تاني هيوقعوا بينه؟ ايه اللي اخر حاجه مجلس الشعب، ومش هينفع يوقعوا بينهم. هم عايزين يثبتوا النهارده ويجهدوا المولود الشرعي بتاع الشعب. وده كان سؤالي، هل المقصود، هل انت شايف ان مقصود من الاحداث الاخيره في بورسعيد احراج وتوجيه ضربه قاصمه لمجلس الشعب ويقولوا لهم ورونا هتعملوا ايه؟ بالظبط. ايوه، اثبات اذا كان المجلس الشعب قدير او مش قدير. بس باذن الله ان شاء الله احنا قادرين، يعني ان شاء الله بالتوافق اللي احنا فيه باذن الله ان شاء الله، يعني كلنا يد واحده. طيب سياده النائب، برضو ده هيخليني اسالك سؤال تاني. كلنا بنتكلم عن مؤامره، المفكرين والساسه والمجلس العسكري والحكومه بتتكلم عن وجود مؤامره لاحراق مصر. حتى بعض الشباب الثوري بيقول نفس الكلام. طيب اذا كنا كلنا بنقول نفس الكلام، هل من الذكاء ان احنا ننجرف وراء هذه المؤامره ونقوم بافعال، احنا كمصريين نقوم بافعال نساعد في احراق مصر، ولا المفروض ان احنا نتعامل ببعض الذكاء وبعض الوعي؟ لا لا لا، احنا طالبين من الشباب، وهم الشباب عارفين كويس جدا يعني ان احنا ابتديناها سلميه وهتفضل سلميه وما زالت مستمره، وان شاء الله باذن الله مجلس الشعب هيحقق اهداف الثوره. انما احنا اللي موجود دلوقتي هي حلاوه روح بتطلع. هي من اول ما تشكلت لجنه تقصي الحقائق داخل مجلس الشعب حصلت المجزره لاحراج مجلس الشعب امام الشعب، وهي دي كانت اخر واقعه ممكن يفكروا ان هم يوقعوا بيها. مش بتتفق معايا ان الاداء كان شويه مخزي للناس؟ معلش، هو الموضوع مش موضوع الاداء، الموضوع موضوع تصرف وافعال. هو مش اداء. احنا النهارده داخلين لسه برضو يعني في توافق ما بين الاحزاب وما بين المستقلين، بس لسه ما عرفناش بعض، يعني لسه اسامينا لسه مع بعض لسه، يعني هو احنا لسه مولود جديد لسه، يعني احنا بنعتزل للشعب.
احنا يعني المفروض ان احنا نخش بس كل حاجه عايزه العقل وعايزه التدبير. يعني هي عايزين محاكمات جنائيه، قانوننا ثغرات كتير جدا. عايزين محاكمات ثوريه، ما ينفعش في محاكمات ثوريه. ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ عايزين نوضح للناس ليه ما دوليا ينفعش. وامور دوليه ومش هينفع. يعني هو مش موضوع مش هينفع، هم قعدوا 30 سنه في المكان، ظبطوا وهيئوا قانوننا ان يبقى فيه ثغرات. فانت هتحاكمه ازاي؟ جنائيا هتحاكمه ازاي؟ طب ده سؤال، محمد، ده سؤال خطير جدا. بس انا عايز اقول حاجه. النائب. دعنا اولا يا استاذ محمد ان نعترف ان المجلس العسكري هو المسؤول اولا واخرا الان وامام الشعب المصري كله عن يعني ايجاد حاله الاستقرار والامن داخل البلاد. طب خلينا اسالك سؤال يا سياده النائب. بس اقول لحضرتك خلينا اسالك سؤال. انا فهمت أكمل. وجهه نظرك. اسالك سؤال، لان السؤال ده اعتقد الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كل الناس بتطلع على الشاشات بتردده. لكن على الجانب الاخر في بعض الناس في الشارع وفي البيت بتقول اذا تدخل المجلس العسكري بحسم هتخرج علينا بعض الاصوات تقول فين حقوق الانسان، وفين ازاي تضربوا الناس، وازاي تموتوا الناس، وازاي تحدثوا قتلى، زي بالظبط الموقف اللي حاصل دلوقتي امام وزاره الداخليه. سيدي اولا رقم واحد، في حالة تهديد أمن واستقرار البلاد مفيش حاجة اسمها حقوق إنسان. وعندنا مجلس العموم البريطاني في لندن، واخد بال حضرتك، وأنت تعلم لما بيتم تهديد إنجلترا بأي خطر مفيش حاجة اسمها حقوق إنسان تماما. وإحنا بنناشد المجلس العسكري نفسه الآن. أنا بقول له من هذا المكان وبقول للمجلس العسكري عليه أن يصدر بيان، وخاصة بعد أن اجتمعت كل القوى السياسية الآن وبتنكر أن هي ليس لها أي أحد في الميدان، حتى 6 إبريل، حتى كل الحركات. أمال مين اللي موجود في الميدان؟ ما دام هم بيقولوا هذا الكلام، واخد بال حضرتك، وإحنا بنصدق الجميع يا سيدي، يبقى يجب أن المجلس العسكري يصدر بيان لكل الموجودين المتظاهرين الآن في كل الميادين اللي أمام وزارة الداخلية واللي في كل مكان، يعني يأمرهم فيه أن يعودوا إلى بيوتهم وإلى أماكنهم في خلال مثلا 6 ساعات، ولا منع أنه يصدر بيان و2 و3. واخد بال حضرتك، الناس كلها تعود إلى بيوتها في خلال 6 ساعات، وإلا اسمع، واخد بال حضرتك، وإلا بعد انتهاء ال6 ساعات سيحاصر المكان ويستعين بمن يشاء من الفنيين في وزارة الداخلية، لأن دي مش مهمته قوي، ومن المخابرات كمان العامة في البلد، يطوق المكان، واخد بال حضرتك، ويعتقل هؤلاء جميعا، أو مش يعتقلهم، يعني يقدمهم للمحاكمة بتهمة إحراق مصر. طيب إذا كان المجلس هيخرج على حضرتك من يقول إن هذا ضد حق التظاهر. هنتكلم أكتر عن الموضوع ده، لكن اسمح لي معايا الأستاذ علاء من أمريكا. هرجع لحضرتك تاني. أستاذ علاء أهلا بيك معانا. أستاذ علاء. طيب يبدو ان احنا فقدنا استاذ علاء. في نقطة تانية، يعني دعنا نفرق بين امرين. امر ان في حالة خواء امني موجودة في كل مؤسسات الدولة، مش موجودة اصلا، واخد بال حضرتك، حالة فراغ امني، وبالتالي بيعطي فرصة للخارجين على القانون ان هم يمارسوا البلطجة ويمارسوا الجشع ويمارسوا الفتك بالشعب المصري بالليل والنهار عيانا نهارا في كل مكان، واخد بال حضرتك. وبين ده امر احنا بنقول ليه؟ فين الشرطه؟ فين الامن؟ ده من حقنا. فين الناس ديت اللي المفروض تنزل في الميادين وتحمي الاباء والامهات وتحمي الشعب المصري؟ ده موقف سلبي للامن، واحنا يجب ان احنا نسال وزير الداخليه عن هذا الفراغ الامني. طيب ده سؤال مهم وبين جدا. حاجه تانية، ان يبقى الداخليه امام موقف فعلا في حاله من البلطجه، واخد بال حضرتك، وحاله من الانقضاض على مؤسسات الدوله، وناس من البلطجيه ومن اطفال. مين هيحكم ويقول ان دول بلطجيه؟ استاذ لا احنا بنقول له تدخل بقى، احنا بنقول له في هذه الحاله يجب ان تتدخل وان تمارس، واخد بال حضرتك، دورك الامني ايضا في هذه المرحله. طيب في فرق بين الحاله دي وبين الحاله دي، انما نخلط الامور هذا غير
يعني ليس له مبرر وغير مقبول. طيب معانا الباشمهندس ماجد، اهلا الو بك معانا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله اهلا وبركاته. يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم. والله يا فندم، هو اللي بيحصل مجريات الامور في البلد حاليا في مشكله كبيره، انه لم يتم تطبيق القانون على الكافه، وهي دي مشكله كبيره جدا. يعني دلوقتي انا في قانون، طب القانون مين اللي بينفذ القانون؟ اللي هو ضباط الشرطه الموجودين وضباط الجيش الموجودين، المفروض بينفذ هذا القانون على الجميع. ولكن لما نلاقي في خلل في تطبيق القانون كل الناس متضايقه. اما نلاقي في مجلس شعب منتخب، هذا المجلس له القرارات وله التوصيات الواجبه النفاذ، اين تطبيق التوصيات اللي هم بيقولوها؟ هل معالجه المواقف والاحداث الموجوده في مصر تشكيل لجان؟ احنا بنعرف ان تشكيل اللجان لا تصل الى اي شيء. ايه اللي خده مجلس الشعب حاليا؟ المفروض لما بيقول مطالبه باقاله وزير الداخليه يبقى لابد من اقاله وزير الداخليه، ولكن هناك مشكله، كل شيء نقول فيه مؤامره. احداث مجلس الوزراء هنقول فيه مؤامره، احداث مجلس الشعب فيه مؤامره، هنقول احداث القديسين فيه مؤامره، كل شيء بننصبه على مؤامره مؤامره مؤامره. اين الحلول؟ البلد بتنهار. تنهار ليه؟ لأنه لم يطبق القانون على الناس اللي قاعدين في طرة. وضحت وجهة نظرك يا باشمهندس ماجد، بشكرك جدا. سيادة النائب عمرو، أعتقد نفس الكلام بيكرر، الناس مش عايزة، شبعت لجان. يعني أنا آسف على التعبير، ولكن الناس سمعت كتير عن اللجان. حتى في مقولة شهيرة جدا في مصر: إذا أردت أن تقتل موضوعا فشكل له لجنة. الناس شبعت لجان وشايفة إن الأداء نفس الكلام اللي كنا بنقوله غير مرضي. والنهارده اعتقد كانت في لجنه استثنائيه للجنتي الامن القومي. الامن القومي صح؟ تعبير. هل خرجت بشيء؟ هو لسه، يعني هي الموضوع مش موضوع في يوم وليله. يعني الناس انا عايزه اجراء ثوري حاسم. اجراء ثوري حاسم. واعتقد حضرتك كنت احد الثوار اللي نزلوا وشاركوا في الثوره، وانت وغيرك وكلنا سندنا ووقفنا جنب الثورة واستنينا سنة كاملة ولم تتحقق. يعني أو خلينا نكون منصفين شوية، تحققت بعض الأشياء على الأرض، ولكن كثير من الأشياء لم تتحقق على الأرض. والناس شايفة اللي قاعدين في طرة، معظم الناس شايفة أنهم بيديروا البلاد حتى الآن، وهم السبب وراء كل هذه الكوارث اللي بنعيشها. السؤال: لماذا لا تتخذ إجراءات ثورية؟ إحنا في ثورة ولا ما فيش ثورة؟ ده السؤال. ثورة طبعا. بس هو الموضوع كله ان هي حاجة نقطة وراها نقطة وراها نقطة وراها نقطة. ما ينفعش اللي احنا هندخل المواضيع كلها ببعضها هنلاقي الدنيا اتفتحت. الناس النهارده وثقت في اعضاء مجلس الشعب ونزلت انتخاباتهم. يعني زي ما بنقولها مرة واثنين وثلاثة، ده مجلس شرعي. فمعنى اللي انت ثقت في هذا الرجل او في الشخص، في العضو دوت، وفتحت لجنة تقصي حقائق، يعني يعتبر من الشعب، مش لجنة تقصي حقائق من هنقول مثلا من جهة معينة. طيب. ليها مصالح خاصة. معانا على التليفون سيادة النائب حاتم عزام، عضو لجنة الأمن القومي، وهو معانا على التليفون دلوقتي وسايب اللجنة، هنعرف منه آخر المستجدات والقرارات. بنرحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. لو حضرتك تطلعنا على آخر القرارات أو النقاشات الدائرة الآن في اللجنة، وهل أنتم في طريقكم لاتخاذ قرارات حاسمة ترضي الشارع المصري؟ طبعا احنا يعني لا هم لنا كنواب عن الشعب حملنا هذه الأمانة من يومين إلا اللي احنا كان عندنا اجتماع طارئ يوم الخميس وعشان خاطر الموضوع ده، وامبارح الجمعة كان في مبادرة عملتها انا وزميلي الدكتور محمد البلتاجي وبعض زملاء النواب الاخرين للتهدئه عند وزاره الداخليه. والنهارده كانت لجنه الدفاع والامن القومي منعقده، نستمع الى مساعد وزير الداخليه لشؤون الامن العام اللي هو احمد جمال. والحقيقه يعني كان تعليقنا على الكلام لا اللي احنا محتاجين ناخد اجراءات حاسمه فعلا. وكان زي ايه يا فندم؟ زي ايه يا سياده النائب؟ في 3 ملفات اتكلمنا عنهم. ملف خاص بالازمه الحاليه عند وزاره الداخليه، وملف خاص ب حادثه مجزره بورسعيد، وملف الثالث الخاص بالوضع التمييزي المستفز اللي بيتعامل بيه حسني مبارك المخلوع
رموز نظامه الفاسد في محبسهم او اثناء التحقيق. طيب خلينا نتكلم عن الوضع في محيط وزارة الداخلية، هل في حلول فورية وآنية لهذا الوضع؟ احنا حضرتك تشخيصنا للامر ان ده في عناصر يعني مدفوعة لجر الثوار الاصليين الشرفاء لمسلسل من العنف والعنف المضاد. وكمان قلنا للوزير بمنتهى الامانه احنا راينا ان وزاره الداخليه يجب ان تطهر لانها ما زالت تعبر عن نظام قديم، ولكن احنا ملف تطهير الوزاره ده كان ملف برضه اتكلمنا عنه. احنا بنبتدي يا سياده النائب، ملف تطهير الوزاره هياخد بعض الوقت، احنا بنتكلم أيوة. هل طرحتم من خلال اللجنه حلول واقعيه سريعه؟ انا جاي لحضرتك يا فندم في الكلام، يا ريت حضرتك تديني بس وقت اشرح لحضرتك لو حضرتك عايز تعرف ايه اللي حصل. بالنسبه للمشكله اللي حاصله دلوقتي، احنا اقترحنا ان هو هتبقى فيه اعلان عن وقف، طلبنا من الداخليه ان تعلن عن وقف الغاز والخرطوش او اي حاجه ضد الثوار، وهتبقى في مبادره من الساعه 6 صباحا، وهناخد فيها سقف ساعتين ان احنا نسحب كل الثوار ناحيه ميدان التحرير. والساعه 8 عندنا لقاء في لجنه الشباب في البرلمان، احنا قاعدين في مجلس الشعب لسه لغايه الساعه 11 12 بالليل النهارده. هيجي لنا مجموعات كثيره جدا وممثلين عن كل التيارات الثوريه والفصائل الثوريه والشبابيه في لجنه الشباب في البرلمان عشان نطلعهم على المبادره دي. واحنا هننزل كنواب للشعب مع الشباب دول نسحب الثوار من عند الحواجز اللي هتفصل الاسمنتيه اللي هتتحط عشان تفصل ما بين المتظاهرين وما بين قوات الداخليه في الوقت اللي هتقف فيه وزاره الداخليه وتدينا فتره ساعتين عشان نسحبهم من ورا. وهيبان بقى مين دلوقتي، اي حد هيظل لا يعود الى التحرير بعد ما نتفق مع كل الفصائل الثوريه دي وننزل احنا التحرير ونشهد بنفسنا، ده هتبقى عناصر خارجه. طب هتبتدوا تطبيق ده على الارض امتى يا فندم؟ الساعه 6 صباحا احنا اعلنا دلوقتي عليها، واحنا دلوقتي بحاله اتصال جامد مع شباب 6 ابريل ومع ائتلاف شباب الثوره ومع اتحادات شباب الثوره ومع حركه مصرنا، وكثير جدا من الشباب والنشطاء جايين لنا البرلمان ودلوقتي بنكلمهم. وانا بكلم حضرتك دلوقتي انا كنت بكلمهم وعدد كتير تاني من النواب بنكلمهم، هيخشوا يتجمعوا معانا من الساعه 8 مساء النهارده برضه في المجلس عشان خاطر نتفق على اليات تنفيذ المبادره دي اللي هتبتدي الساعه 6 صباحا. طيب دي مبادره. بالنسبه للملف الثاني اللي خاص بتطهير وزاره الداخليه بمحاكمه مبارك محاكمه عادله، احنا طلبنا من وزير الداخليه بشكل واضح وحاسم ان لازم ينقل مبارك لترى، ولازم يتم التفريق ما بين المسجونين اللي في ترى كل واحد في عنبر وتحط الكلبشات في ايديهم ولا ما ياخدوش اي معامله تمييزيه، لان ده تستفز الشارع المصري، وده دليل على وجود تواطؤ في الحكم في عمليه المحاكمه بتاعتهم. وهو قال لنا طيب احنا هيرجع لنا برد على الموضوع ده في خلال 24 ساعه. طيب دي يا رب الاجراءات دي تكون كافيه وتحقق بعض الرضا في الشارع وتهدئ من بالنسبه لاعاده هيكله وزاره الداخليه، ده كان احد المطالب برضه اللي اتكلمنا فيها النهارده. احنا عبرنا بمنتهى الوضوح قدام مساعد وزير الداخليه، وانا حتى كان في مداخله معاه قلت له احنا احنا متاكدين ان احنا ما زلنا نظام مبارك يسود ولا يحكم موجود في كل المؤسسات، فيجب تطهير وزاره الداخليه واعاده هيكلتها بشكل واضح، ويشرف لجنه الدفاع والامن القومي على هذه اعاده الهيكله. ولكن زي ما حضرتك بتقول ده حاجه مش لبكره، ولكن حاجه هتحصل في المدى يمكن نقول شهر اللي جاي او حاجه. وبالنسبه لموضوع بورسعيد اتكلمنا فيه برضه، احنا منتظرين لجنه تقصي الحقائق راجعه النهارده بالليل، وفي مفاجآت رهيبه تسفر عن تورط واضح لاعضاء من الحزب الوطني ومسؤولين اخرين في اللي حصل في بورسعيد. بشكرك جدا يا فندم على وجودك معنا سياده النائب حاتم عزام، عضو لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب، ويا رب الاجراءات والقرارات اللي خدتوها تهدئ من روع الناس في الشارع. سياده النائب عمرو، شايف ان القرارات دي كافيه وان شاء الله يكون ليها تاثير ايجابي في الشارع؟ طبعا يعني اهم حاجه اللي يبقى فيه برضه توافق ما بين الثوار وما بين مجلس الشعب، لان في ممكن حقائق هم ممكن ما يكونوش مثلا شايفينها، لما بيقعدوا معانا بيتكلموا معانا بيقتنعوا. مش بنكذب عليهم، احنا بنديلهم الشفافيه، بنديلهم الامور كلها بوضوح. بيبقى في دي بتحسس
الواحد ان هو مشارك معانا في كل حاجه. احنا مش منفصلين بمجلس الشعب كنواب، احنا مشاركين برضو الشباب زي ما طلع برضو الدكتور كتاتني وقال في لجنه هتطلع للشباب من مجلس الشعب يوم الخميس، لجنه استماع الشكاوى موجوده. واي طلبات، والباب مجلس الشعب مفتوح للجميع، لاي حد في الشعب. دي مشاركه حلوه جدا، ودي ايجابيه جامده جدا، يعني دي ما حصلتش. هو الموضوع موضوع ان مجلس الشعب هيبتدي يصدر قوانين وهياخد قرارات، هيبتدي خلاص حلاوه روح. هم دلوقتي يمكن من اول جلسه شافونا في التلفزيونات هم قاعدين في فندق ترى، شايفين التلفزيونات، فشايفين طبعا اللي كان قاعد مكان دوت وده قاعد مكاني وده قاعد مكاني، فلقوا الدنيا خلاص ده بجد مصر بتتولد من جديد. فطبعا موتوا بغيظكم. فان شاء الله باذن الله ان ربنا ينصرنا وينصر الشعب المصري باذن الله ان شاء الله. طيب دكتور محمد، اتفضل. هناك رأي أنا قريته في أكتر من صحيفة كان شايف أن وزير الداخلية سيادة اللواء محمد إبراهيم كان قايم ببعض المجهودات في الفترة الأخيرة قبل حادثة بورسعيد، وكان في عودة إلى حد ما للأمن في الشارع المصري. لو حطينا ده جنب الحادثة اللي حصلت في بورسعيد، ممكن نعتبر أن في نوع من التناقض صحيح. او المؤامره ضد الراجل ده. انا مش قادر افهم. هذا برضو وارد، لان احنا فعلا استبشرنا خيرا ووجدنا في تحسن ملحوظ بنسبه يعني الى حد ما في الشارع مع بدايه تولي السيد محمد ابراهيم الوزاره، واخد بال حضرتك. لكن في نفس الوقت اما نلاقي يعني حاله الفراغ الامني وعدم الاستعداد ومباراه لها حساسيه، واخد بال حضرتك، الواحد برضو بتنتابه الحيرة، واخد بال حضرتك. وبعدين برضو السيد وزير الداخلية محمد إبراهيم أليس هو المسؤول الأول بصفته وزير للداخلية ومسؤول عن كل السجون الموجودة في مصر إن هو يشتت تنظيم ترى؟ هذا التنظيم الذي يعني معاه لابتوبات ومعاه موبايلات ويعني بيشاهد حتى جلسات مجلس الشعب، وقالوا لنا رأي فتحي سرور في رئيس المجلس الجديد وفي المجلس، سمعنا حاجات كتير جدا الحقيقة، واخد بال حضرتك. يبقى هو المنوط بهذا، يعني كان يجب أن يتخذ يعني إجراء سريعا وقويا إن هو يشتت هؤلاء اللي هم اللهو الخفي اللي بيقود، واخد بال حضرتك. بل من حقه أيضا حينما يرى هناك خطر داهم ان هو حتى يعني يتخذ ضدهم حتى بعد الحقوق القانونيه يمنحها عنهم، وكانوا بيعاملونا كده حضرتك. يعني انا شخصيا يعني رحت سجن ترى ده اكثر من مره، واخد بال حضرتك، وكان ممنوع عني المحامين وممنوع عني اهلي وممنوع عني حاجات كتير جدا، وكنت بتهم بتهم مضحكه، واخد يعني انا اتهموني بان انا احنا في اشكاليه دلوقتي. هل نعمل دوله كانوا بيعاملونا كده ولا لا ناخد اجراءات استثنائيه؟ انت شايف ايه؟ احنا ضد الاجراءات الاستثنائيه، وعلشان كده انا حضرتك بنقول برضو احنا يعني حكايه الناس اللي بيقول لك لجان تقصي الحقائق هتعمل ايه وتعمل ايه، احنا ما نقدرش نوجه تهم بدون ادله وبدون براهين. والحمد لله شوف اللجنه في اقل يعني هي واخده مهله اسبوع من المجلس، لكنها ستعود غدا او بعد غد، الليله هتعود زي ما اخويا بيقول الاستاذ حاتم هتعود ومعها ادله، وانا عندي تفاصيل بس انا لست في حل ان انا اقولها الان. طيب. بحكم علاقتي باحد هؤلاء الايه الموجودين في هذه اللجنه، كلنا هنكون متشوقين للاستماع لهذه الادله. انا اسف على المقاطعه مره ثانيه. معانا الاستاذ احمد عماره المحامي على التليفون، بنرحب بيك معانا. وشايف ان احنا نتجه لاجراءات استثنائيه ولا نصر على دوله القانون؟ استاذ احمد. ايوه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بقول دلوقتي كمواطن وانا كراجل قانون في نفس الوقت. اتفضل يا استاذ احمد، اتكلم مباشره. أيوة. وطي التلفزيون لو تكرمت. بتتحرق البلد، بتغرق، والاقتصاد بتاعها بيتحرق. احنا دلوقتي شايفين ان الاجراءات العاديه تبقى في الظروف العاديه، لكن احنا دلوقتي في ظروف استثنائيه. انا بطالب باعلان الاحكام العرفيه وتطبيق الاحكام العرفيه لمده 3 شهور لغايه البلد ما تنضبط وتستقر الاوضاع. لان دلوقتي
ان الاعداء الخارج واعداء الداخل عملائهم من الداخل عايزين يخلقوا الفتن وبيثيروا فئات من الشعب على بعضها. وانا اولا ببرئ اهل بورسعيد الاحرار، وفي نفس الوقت ببرئ الشرطه من اي مؤامره. المؤامره جايه من اللي افترى، وفي نفس الوقت من عملاء الخارج. الدول اعدائنا بيدفعوا ملايين علشان يجعلونا نحارب بعض، وهم ما يحاربوناش باي جندي من عندهم. وضحت وجهة نظرك يا استاذ احمد، بشكرك جدا على مداخلتك معانا. سؤال مهم جدا طرحه، او وجهة نظر هامة جدا، واعتقد ان هي بدأت تتردد في الشارع المصري. هل شايف ان اللجوء لاحكام عرفية من جانب المجلس العسكري احد الحلول المطروحة للسيطرة على الوضع الامني؟ هذا حل مرفوض تماما، يعني حل، والا يبقى احنا فعلا يعني بنعطي الفرصة لأن يحدث ما لا نتمناه أصلا. طب أستاذ أيمن، رأيك إيه في الموضوع ده؟ أنت مع الأحكام العرفية ولا ضد الأحكام العرفية؟ لا طبعا ضد الأحكام، احنا كنا بنرجع لورا. احنا يبقى احنا اللي بنيناه ده كله هم نجحوا في تنفيذ أهدافهم. هدفهم هم عايزين كده، هم عايزين هدف ده، هم عايزين كده. المولود الشرعي، احنا يعني مجلس الشعب ده شرعي، هم هيتجننوا من الشرعية. لو هنقول ان في انظمه او مؤسسات داخل الدوله مواليه ليهم وما زالت تعمل اتباعا ليهم، انما احنا شرعي. يعني لجنه تقصي الحقائق يا رب يجيبها بالسلامه ان شاء الله النهارده. عايز اكتر من كده ايه؟ في كام يوم ادله صريحه وواضحه، وان شاء الله باذن الله يعني هتبين حقائق كتير جدا للناس وللشعب. طيب أنا آسف على المقاطعة مرة تانية، أنا آسف. معايا تليفون بقاله فترة برضو الأستاذ أيمن، أهلا بيك معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس ليا تعقيب بعد إذن حضرتك. إحنا دلوقتي انتخبنا المجلس دوت عشان إحنا نزلنا ثورة ليه؟ إحنا نزلنا الثورة ديت عشان القهر الشرطة اللي كانت بتقوم في البلد وكانت موجودة في البلد، وكان استقصاء الشباب واستقصاء الناس، وكان كلنا مقهورين زي ما الأستاذ العضو النائب الموجود أمام حضرتك الممثل عن الحرية والعدالة، إزاي دلوقتي بيطالب بالقهر دكتور محمد عماد ويقهر الناس اللي موجوده في قلب الميدان وينزل يضربهم خلال 6 ساعات. ايه الكلام دوت؟ ازاي احنا النهارده بنطلب الكلام دوت وهو بيقول هو واحد من الناس كان بيتقهر؟ هو دكتور محمد، اسمح لي بس يا استاذ ايمن، هو فاهم خطأ. استاذ ايمن، هو دكتور محمد كان بيقول خلينا نتحاور بهدوء بس. احنا بنفوق بالهدوء برضك، يبقى النهارده ما نعملش استاذ ايمن، ما نصيرش فتن، ما نستقفش الشباب. النهارده دول برضك احنا خلاص الدوله دي كلها بقت النهارده منحصره في الحريه والعداله بس. لا، احنا لينا راي ولينا صوت لازم يسمع، صوتنا اللي يسمع لازم نشوف النهارده ننزل للشباب دي نشوف طلباتهم ايه ونحاول نحققهم. الناس دي هي اللي عملت الثوره، هي اللي بدات الثوره، ما نستقصاهمش. انتوا ليه بتطالبوا على طول باستقصاء الشباب؟ ليه؟ انا عايز افهم. احنا النهارده في لجنه تقصي الحقائق زي ما العضو المحترم اللي قدام حضرتك اللي اسمه استاذ عمرو ده بيقول دلوقتي النهارده في لجنه تقصي حقائق وهتيجي النهارده بالليل بنتائج. نشوف النتائج دي بتاعتها ايه؟ نشوف النهارده نقوم بتحقيقات عادله، نقوم بتحقيقات عادله، بس هو ده المطلوب، مش نستقصي. اشكرك جدا. فعلا التحقيقات العاجله والناجزه واللي تؤدي في النهايه لتحقيق عداله على الارض هو ده اللي كلنا بنطلبه. انا عايز ارد سياده النائب عمرو، انا هدي لحضرتك الرد. سياده النائب عمرو، نفس وجهه النظر اللي كنا بنقولها، وهي ان بعض الناس قد تخرج وهتقول زي ما استاذ ايمن كان بيقول من شويه سياده المتصل الكريم، ان لا احنا من حقنا نخرج ونعبر عن راينا، ما تحجروش على راينا في التعبير. ازاي نقدر نحقق المعادله الصعبه على الارض؟ الناس تخرج تعبر عن رايها، وده حقها بعد كل هذه السنين من الضغط والكبت، وفي نفس الوقت تكون مظاهره او تعبير سلمي عن الراي. هي اهم حاجه الحفاظ على سلميه الثوره عشان نعرف نكمل بقيه مطالب الثوره. لو ما عرفناش نحافظ النهارده على سلميه الثوره هنبان قدام داخليا قدام الشعب كمجلس الشعب، وخارجيا اللي احنا مش عارفين نتوافق مع بعض، مش عارفين نعمل حاجه في البلد دي. يعني انتوا دلوقتي كشعب بتحكموا نفسكم اهو بنفسكم، مش قادرين تتوافقوا مع بعض كمان. لا، احنا نقدر نتوافق مع بعض. اهم حاجه المحافظه على سلميه الثوره. طب ده ازاي نسيطر عليه مع الجماهير الغاضبه؟ ما هو الجماهير الغاضبه، غاضبه من ايه؟ من اللي شافته قدام عينيها. انا قعدت يوم كامل بعيط في بيتي من المناظر اللي شفتها، مجزره.
ده أسوأ من 28 اللي حصل، أسوأ من 28. 28 احنا طلعنا بنقول له اتقي الله، ضربنا بالرصاص. انما دول شباب اطفال، يعني اطفال يتحبسوا ويتقفل عليهم باب ويتلحم باب ويتحبسوا ويتقفل عليهم النور ويتدبحوا ويتقتلوا. دكتور ده محمد، أفظع. انا بس الاول عايز ارد على اتفضل. على الاخ المتحدث أستاذ أيمن. المتحدث الان، واقول اولا احنا بنخاطب اخواننا الثوار. يعني هل من المنطق والعقل ان ياتي يعني ناس تحاصر المجلس في اول يوم لانعقاد المجلس، واخد بال حضرتك، ليمنعونا من الدخول البرلمان؟ هل هذا يصح؟ لا، ما واحنا لسه في اول يوم. شباب الاخوان لا، خرجوا ولم معلش يسمح بذلك. معلش ولا الناس واخذ عليه ده. لولا ان فعلا شباب الاخوان خرج، احنا كنا فعلا اهنا، وكل نائب كان جاي ومعه فريق، واخد بال رقم 2 احنا حريصين طيب. لا اكمل بعد اذنك. لا، اصل احنا هنرفع اذان حريصين العشاء. اذان العشاء. احنا حريصين للتحاور مع الثوار. هنخرج في لجنه استماع. طب الخطوات اللي قالها اخويا دلوقتي خطوات جاده على الارض، ان احنا بنعمل عمليه فرز نفصل بين الثوار وبين غير الثوار. والله هرجع لحضرتك، بس احنا هنخرج لرفع اذان العشاء ونرجع نكمل كلامنا في كلام جريء. بنجدد التحية مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد رفع أذان العشاء. دكتور محمد، كنت بتتكلم تحاول توضيح الموقف للأخ المتصل الأستاذ أمين اللي كان بيتكلم إن الشباب من حقهم إنهم ينزلوا يعبروا عن رأيهم. صحيح. أنا عايز أقول باختصار شديد جدا للأخ الأستاذ أيمن ولإخواني الثوار، اعطونا فرصة في مجلس الشعب علشان نحقق أهداف الثورة ونحقق كل ما يريده إخواننا الثوار، واخد بال حضرتك. فما ينفعش ان احنا في اول يوم لسه المجلس، يعني في اول يوم، ونفاجأ بتظاهرات بتمنعنا احنا النواب من الدخول الى المجلس. دي رقم واحد. ومع ذلك السيد رئيس المجلس يعني علم بالامر فشكل لجنه سماها لجنه استماع، نقعد مع الثوار ونتحاور معاهم ونجلس ونشوف مطالبهم ايه عشان نحققها. رقم 3 الخطوات الجاده اللي تمت على الارض الان من اجراء قبل النداء اللي انا بقوله، علشان هم اعلنوا ان احنا ما لناش تواجد امام وزاره الداخليه. مين اللي اعلنوا؟ كل القوى السياسيه وكل كل الناس اللي قامت بالثوره قالوا احنا ما لناش حد عند وزاره الداخليه، احنا ما لناش كذا. ما دام احنا ما لناش حد يبقى عملنا عمليه فرز اللي هم اخواننا بيعملوه دلوقتي، لكن هو في موجود. احنا ما بنقولش بنمنع حق التظاهر السلمي، لكن انا حق التظاهر السلمي يبقى بعيد عن مؤسسات الدوله، ما راحش اضرب الداخليه. ومش كده وبس، لا ده انا من مهمتي كمان ما اعملش ذريعه للبلطجيه يشتغلوا في وجودي. احنا شفنا لما حرقوا الضرائب. لا الضرائب، مبنى الضرائب العقاريه، مبنى الضرائب، لا قبل كده المجمع العلمي حرقوه، وكانوا الثوار موجودين. البلطجيه عملوا هذا الكلام. فاحنا بنقول لاخواننا الثوار علينا ان نهدأ. نعم، يعني كده الحوار مفتوح، احنا بنرحب بالحوار وبنحرص عليه وقلوبنا مفتوحه ليهم، ونجلسوا معانا ونجلس معاهم، لكن مش عايزين نعطي ذريعه للبلطجيه وللمؤامرات. وضحت، لان وقتي للاسف خلص سريعا. سياده النائب عمرو، كلمه اخيره، كيف نهدئ من روع الشارع في دقيقه لو تكرمت؟ هو الثوار اللي موجودين، يعني لما قعدنا معاهم في ناس اعلنت ان هي غير مشاركه في التجمعات اللي موجوده عند وزاره الداخليه. الناس ليها يعني حتى اللي موجود لو ليها مطلب بسيط، حتى لو مطلب بسيط، احنا برضو على استعداد تام ان احنا نقعد معاهم ونعرف المطالب بتاعتهم وناخد المطالب حتى لو هتساغ دستوريا قانونيا، احنا جوه مجلس الشعب هنعرف نسخها. انما مش اي حاجه، يعني احنا لما كنا في التحرير كنا بنطالب، بس احنا ما كناش نعرف الدستور هل هتنفع دستوريا، هل هتنفع تشريعيا، هل هتنفع. بس لما دخلنا وقعدنا في مجلس الشعب ابتدينا نفهم، ابتدت الرؤيه توضح لينا، ابتدت الشفافيه باينه لينا. طيب. كل الاجراءات ابتدت تبان لينا. فانا بقول لهم اطمنوا، حقكم جاي، حقكم جاي، حقكم جاي. اعتقد ان دي افضل نهايه لحلقتنا النهارده، ورساله من المجلس عمره 10 ايام من المجلس، 10 ايام، والمجلس عمره 10 ايام فقط. زي ما بيقول سياده النائب، علينا ان نهدأ ونستمع لصوت العقل ونقول صحيح. ان مصر هي القلب الكبير والام اللي لازم كلنا نحطها قبل اي شيء وقبل اي اهداف او خيارات، سواء كانت فئويه او حتى لاي جماعه ما، لان مصر هي التي ستبقى دائما. بشكركم جدا على متابعتكم النهارده، تابعوني دايما على شاشه المصريه وحلقات جديده وكلام جريء.